بتقعد مع نفسك كده وتفكر وتقول I'm not doing my best، وبعد كده يجيلك الفيلينج بتاع إن أنت behind أو متأخر، وإن في ناس كتير more productive عنك، فتبدأ تكونسيوم الكونتنت بتاعت البرودكتيفيتي وتتفرج على المورنينج روتينز، فتبدأ تقول أنا لو صحيت الساعة 5 الصبح وعملت المورنينج روتين ده حياتي هتتغير. وبعد كده يجيلك الإحساس بالكسل. خليني أقولك إن المشكلة مش فيك. اتفرج على الفيديو دوت وأنا هقولك ليه. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost. أنا عبد الرحمن حلمي وأنا بحاول أبقى better person. ففي الجيرني بتاعتي دي بقعد أتفرج على فيديوز كتير related بالروتينز بالديسبلين مايند شيفتس زيك، وبقعد أجرب الحاجات دي كلها وبحاول فيها، ودايما بحس إن في حاجة غلط فيا. ليه الحاجات اللي أنا بعملها زي الناس اللي بتعملها بره ما بتجيبش افكت معايا أو متوصلنيش للي أنا عايز أوصله؟ لغاية لما خدت بالي إن معظم الادفايسز اللي احنا بنسمعها بنكونسيومها على يوتيوب وعلى الانترنت هي معمولة لناس تانية في ظروف تانية في بلاد تانية، وده اللي احنا هنتكلم عليه في الفيديو بتاع النهاردة. Let your work speak for itself. ده تلاقيه في الويسترن كولتشر وده اللي بيقعدوا يتكلموا عليه، وانا وانت عارفين انها مش ماشية كده في مصر. فالواسطة هي احسن من اللي انت بتعمله كله ومن السكيلز بتاعتك. فمهما كانت السكيلز بتاعتك حلوة أو كويسة أو أنت بتأبلاي في جوب معينة، والجوب معينة ديت واحد تاني مقدم معاك بس دخلت جوه يعرف حد بتاع most probably هو اللي هياخد الopportunity مش أنت. خلينا نقول إن موضوع الواسطة ده مش كيس واحدة أو حاجة قليلة بتحصل، ده النورم عندنا هنا في مصر. فإن شاء الله يعني لما تبقى CEO بتاع شركة وجت خالتك بتقولك عين ابن خالتك، أبقى وريني هتقول لخالتك إيه ولا هتعمل إيه ساعتها. فخلينا نقول إن ده النورم بتاعنا. ف if you cannot beat them join them. فمش معناها إن أنت تبقى أي حاجة بالواسطة أو كده، بس محتاجين إن إحنا نrecognize إن الموضوع دوت موجود عندنا. فالموضوع مش كله إن أنت تعمل شغل أو الكلام ده كله. فلو حد تاني جه خد الشغلانة قدامك ما جالكش إحباط إن أنت المشكلة فيك، لا هي مش مشكلة فيك، إحنا عندنا سيستم معين فعادي ما توفقتش في دي إن شاء الله تتوفق في واحدة تانية. فلما يجي واحد من الناس اللي أنت بتقعد تتفرج عليهم في الفيديوهات يقول لك build your skills and you will get there، قول له لأ. يعني هنبني الskills بتاعتنا والكلام ده كله، الحاجات ديت مهمة طبعا وهتساعدنا، بس نبقى فاهمين كويس قوي إن في aspects تانية مؤثرة وقوية في إن أنت توصل لحتت معينة. وتاني بوينت هي الانفليشن. بتلاقي الويسترن كولتشر والجورز بتاعهم تلاقيهم يقولوا لك إيه، ما تبصش على الورك بتاعك في السنة ديت أو السنتين دول، بص عليهم بعد 10 سنين. فأنا حابب أقولك إن أنا بعد 10 سنين لو أنا كنت بادئ باخد $1000 أو $2000، فأنا لسه باخد نفس $2000 دول بعد 10 سنين إذا ما كانوش قلوا. فطبعا طبعا الرقم كبير جدا بالمصري، بس هو في الحقيقة لو قلبته للدولار هو ممكن يكون كان قل. وأنا لسه مخلص كتاب اللي هو The Psychology of Money، فهو كان بيقولك إن أو أدفايس يعني إن أنت لازم تسيب بالك من الفلوس للإمرجنسي. طبعا أنا بقرا النصيحة الجميلة ديت وبقعد أضحك. أنا لو مشيت ورا النصيحة دي في مصر مسكت كده فلوس كبيرة وحطيتها في البنك، هاجي كل شهرين 3 هلاقي تلتها بيطير في الهوا كده. ففي نصايح ممكن تمشي معانا، أنا مبقولش إن كل حاجة هما بيقولوها غلط خالص، بس في نصايح ممكن تمشي معانا وفي نصايح استحالة تتطبق عندنا هنا، وده برضو مش تشاؤم، بس النصيحة لو مش بترفلكت الرياليتي بتاعتك فهي ملهاش أي معنى. ودي هتكلم بقى على منتاليتي بتاعت اللون وولف. بره لون وولف منتاليتي ممكن تمشي كتير لأن هما تحس إن هما منعزلين. يعني الابن بعد مش عارف 13 سنة أو 14 سنة بيسيب بيته. الحياة عندهم كل واحد لوحده. إحنا في مصر يا حبيبي مش كده، إحنا الدنيا عندنا مختلفة، إحنا بنحب بعضينا والكالتشر مقفولة وصحابنا وقاعدين مع أهالينا وبتاع. فالكالتشر بتاعت اللون وولف ديت ملهاش أي معنى. أنا عملتها يعني،
قبل ما أكون بس تفتكرني باتريق وخلاص، لأ أنا كنت عندي الmentality بتاعة الlone wolf والكلام ده كله، وكاتب على الإنستجرام بتاعي الlone wolf. بس هي فكرة غبية جدًا، يعني أنت حواليك ناس، يعني وحواليك أهلك، عادي إن أنت تطلب منهم المساعدة، مش عيب. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الهجرة بتاعته من مكة للمدينة طلب من سيدنا علي إن هو ينام في سريره وهو كان عيل صغير، كان عنده 14 سنة أو حاجة زي كده. يعني طبعًا أنا باقول عيل صغير يعني عشان بس أوضّح، لكن هو عيل صغير عنده 14 سنة أو 13 سنة أو أصغر من كده، كان أرجل منّي ومن 100,000 واحد زيي. بس اللي أنا عايز أقوله لك إن هو طبيعي إن أنت تطلب مساعدة، وإحنا الculture بتاعتنا ماشية على كده أساسًا. فحاول الmentality بتاعة الlone wolf ديّة تسيبها كده للreels والفيديوز اللي بتتفرّج عليها على تيك توك والإنستجرام، ومش أكتر من كده، وما تكترش منها. ورابع point هي follow your passion. وخلّينا نقول بصراحة إن في ناس برّه ضد فكرة إن أنت تfollow your passion بأشكال كتيرة، بس في جزء منهم لسه بيقول برضه إيه follow your passion. طبعًا أنت لو عملت follow your passion هنا في مصر بالذات، طبعًا إيه، أول لمّا تتخرّج وتروح دهب كده أول سنة أو سنتين، وهوبا تعيش الحياة بتاعة دهب دي، تحس إن أنت الpassion بتاعك أنا دهب والبنطلون بتاعهم دوّة وعايز تعيش هناك. وطبعًا ده من أوحش الأفكار. آآ وعادةً أي passion إن أنت حاببها إن أنت تحاول تعملها هنا في مصر مش أحسن حاجة، ممكن تتعمل بس مش أحسن حاجة. يعني إحنا هنا في مصر ما عندناش غير الكورة وكام حاجة كدهوّة اللي ممكن تfollow your passion فيها وأنت وحظك، لكن الباقي كله هتتدشمل. هارجع أقول لك أنا مش باسوّدها لك، أي passion أنت نِفْسك فيه ممكن تحققه، بس مش معناها إن أنت تسيب حياتك كلها وترميها، تبقى الmain focus بتاعك الpassion. وآخر point خلّيك فاكر إن في content كتير من اللي أنت بتعمل له consumption هو مجرد marketing مش content. الناس دي بتبقى في الآخر عايزة تبيع لك course معيّن، عايزة في product معيّن هو عايز يبيعه لك. أنا ما باقولكش إن كلّهم كده، بس في جزء حلو منهم هو بيحسسك إن أنت متأخّر، من إن أنت مش productive، من إن أنت في حاجة ناقصاك عنده هو، عشان يبيعها لك هو. طبعًا أنا سامعك وأنت بتقول ده جاي يسوّد لنا الدنيا وإن ما فيش أمل وهي أصلًا مش ناقصة وإن الhustling ما لوش لازمة ونرمي أحلامنا بقى والكلام ده كُلّه. الكلام ده مش مضبوط، وخلّيني أقول لك إن أول حاجة أنت المفروض تعملها هي إن أنت تعمل لي subscribe. ليه؟ عشان أنا اللي بايع لك الكورسات، لإن أكيد ابن بلدك أولى من الغريب، فأنا أنصب عليك أحسن ما هو ينصب عليك. لأ باهرّج. أكيد طبعًا في حاجات كتير ممكن نعملها، بس اللي أنا عايز أوصّله لك إن مش كل حاجة تسمعها من برّه وتيجي أنت تعملها وتفشل، تفتكر إن العيب فيك أنت. لأ خالص، في حاجات كتير أنت ممكن تعملها وتساعدنا هنا، بس إحنا الsociety بتاعتنا مختلفة. البلد بتاعتنا مختلفة، الeconomy بتاعنا مختلف عنهم كتير. ففي حاجات إحنا محتاجينها نعمللها مش هتلاقيهم هُم بيتكلموا. أبسط شيء مثلًا إن أنت تمثّل your English، دي من أهم الحاجات اللي أنت ممكن تعملها. يعني أنت لمّا بتبدأ الhustling journey بتاعتك، أهم حاجة في كل الحاجات اللي أنت بتعملها مثلًا إن أنت تبقى بتتكلم English كويس وفاهم English كويس وتعرف تعبّر بالEnglish كويس، تعرف تتكلم مع أي حد برّه مصر كويس، يفهمك وأنت تفهمه. مش هتلاقي حد برّه بيكلّمك في الحتّة ديّة. وإن شاء الله هانزّل فيديوز إن أنا أتكلّم إيه اللي ممكن نعمله هنا في الدول العربية، مش هتلاقي حد بيتكلّم عليه برّه. فاعمل لي follow واستنى my next video. شكرًا.